سيداتي سادتي، سلام عليكم مع رحمة الله. سأحدثكم اليوم عن 100 عام من الحرب، أو 100 عام من العزلة. وأنا أتحدث عن 100 عام من العزلة أعتذر عن إقحام هذه الرواية الخالدة لجابرييل ماركيز في هذا المستنقع، لكن أوليست هذه المقارنة تفصح وتوضح؟ أولسنا نعيش مسلسلان متوازيان؟ المسلسل الفلسطيني الذي أفضى لنهاية حرب 100 عام من العزلة، عزلة القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى المسلسل الإسرائيلي الذي أفضى لعكس ذلك، أي انطلاق 100 عام من العزلة الإسرائيلية. فالإنسانية الجريحة ترفض وتحكم بالمنفى على دولة لا تقيم وزنا للأخلاقيات، تلك التي في غيابها تنتصر الغرائز الغابوية. نعم، 100 عام من العزلة عاشها الشعب الفلسطيني مشردا، مهمشا، منفيا. أولم يكن اكتشاف الذات في العربات في المشهد البحري؟ أوليست الغيوم مضت لتشردني فرمت معاطفها الجبال ودترتني؟ هذا ما يقوله العظيم درويش. 100 عام من التهجير، من التخبط في أوحال المخيمات، 100 عام من الحلم يرفض بعناد صخري أن يموت، 100 عام والآباء كما الأمهات يعلمون أولادهم وبناتهم كيف ينقشون اسم فلسطين على جبينهم وعلى أكبادهم. وكانت المقاومة في عزلتها تنتشل أنيابها من بين أسنانها لتصنع منها بندقية، تنتشل أظافرها من أصابعها لتصنع منها لغما، تنتشل من أمواج همتها ما تصنع به مدا يحرر من عزلة أضحت زمهريرا يجمد الأطراف. وكانت النتيجة، ها هي القضية الفلسطينية اليوم على كل شفة ولسان، ها هي المظاهرات المليونية تشتعل في كل أرجاء المعمور، مطالبة بإنهاء 100 عام من العزلة، إنهاء التنكر لمأساة شعب صامد، إنهاء العنجهية الاستعلائية التي تحتقر إنسانية الإنسان. دلوني رجاء على قائد سياسي يحترم نفسه في الشرق أم في الغرب، في السند كان أم في الهند، لا يتحدث اليوم عن ضرورة إنهاء هذه 100 عام من العزلة، مما يعني بالملموس قيام الدولة الفلسطينية، لا الدولة الراعية تهش بعصاها على القطيع، كلا، ولكنها الدولة ذات السيادة كل السيادة، وذات الكرامة كل الكرامة. وهو الشعب الفلسطيني اليوم ينهض من رماد الحرائق، ينهض شهما عزيزا ليحتل مكانته تحت شمس الحرية، ليشيد دولته المحلوم بها، الدولة الحصن الحصين في وجه الأنانية الاستيطانية التي لا تعترف بحق ولا بعدل ولا بحد ولا بحدود. هذا عن المسلسل الفلسطيني، لكن ماذا عن المسلسل الإسرائيلي؟ حتى قبيل الحرب الغزاوية كان الكل، وأقول الكل، يخطب ود إسرائيل، بل أكثر من هذا يخطب يدها. وما أكثر الخطاب، والسعيد كل السعيد من ترضى عنه هذه العروس الفاتنة ولو بغمزة وصل. كان ذلك بالأمس القريب، أما اليوم وقد دخلت إسرائيل ليل المنفى الطويل، ليل 100 عام من العزلة. ها هي تتذوق اليوم
ما أطعمته لأعدائها اللذوذين، وها هم الخطاب يهربون من السفينة وقد أشرفت على الغرق، وها هي العروس بلا أصباغ ولا قفاطين، وها هي الملامح مقززة، وها هي الواحة الديمقراطية في الصحراء العربية ليست إلا محرقة لسمعتها ولشعب تم تهجيره استيلاء على أرضه وتاريخه ومستقبله. في هذه اللحظة كان بودنا أن نطرح السؤال على حكام إسرائيل بعد 100 يوم من العزلة، بعد 100 يوم من هذه الحرب القذرة، بالله ماذا جنيتم؟ نعم، لقد حققتم إنجازان باهران، أولهما يتجلى في كونكم جعلتم من العلم الفلسطيني رمز الصمود والتحدي، جعلتم من الكوفية الفلسطينية حبل مشنقة لأحلامكم التوسعية. الإنجاز الثاني، ها أنتم تعيشون دخولكم 100 عام من العزلة، وها أنتم تكتشفون مرارة الهزيمة وغصص المنافي، ها أنتم تنفرون خفافا وثقالا، يتقدمكم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، تمضون جميعكم نحو حائط المبكى لطما للخدود، استعطافا للرب الأعلى لعله يعيد لكم ولو بضع شذرات مما كان أنعم به عليكم. ولشد ما كانت دهشتكم وأنتم بين الحلم واليقظة، كنتم ترون نبي الله موسى عليه السلام قد انتصب فوق ذلك الحائط المقدس تضيئه هالة نور، ما أن وقفتم وسكن هائجكم ومائجكم حتى انطلق صوته كالرعد قعقعة. ويحكم، ماذا فعلتم بوصاياي العشر؟ ألم أقل لكم لا تقتلوا، لا تسرقوا، لا تفسدوا؟ أولم يبعثني الله فيكم نبيا لأبلغكم البشرى، بشرى اصطفائكم من بين العالمين، رسل حضارة وأخوة ومحبة، كل المحبة للبشرية. فيا الله كيف أخلفتم الوعد ودستم العهد، كيف رحتم تعبدون العجل ثانية. ويحكم إن أردتم التكفير عن خطاياكم، ويا لهول خطاياكم، فانطلقوا منذ اليوم لتوقيع وثيقة السلام المقدسة مع أشقائكم الفلسطينيين. ويحكم كيف تعتبرونهم أعداء لكم ومستقبلكم بين أيديهم. إياكم والحق أقول لكم، الويل كل الويل لكم إن أخلفتم من جديد ذاك الوعد أو نقضتم هذا العهد، ساعتها ستأخذكم الصاعقة، وإلا فغضب الله سيلاحقكم تشتيتا وبؤسا إلى يوم الدين، وبئس المصير. في تلك اللحظة ونبي الله موسى عليه السلام ينهي خطابه، في تلك اللحظة وهو يمتطي سحابات النور، في تلك اللحظة كان نتنياهو وبن غفير وسموتريش يصرخون بما يملكون من قوة: ويحكم، إن موسى نبيكم هذا ليس إلا المشعوذ الدجال، وإذا فالحرب كل الحرب والقتل كل القتل. لكن الجموع الهادرة وهي الراكعة خشوعا كانت تخرج أقلامها لتوقيع الوثيقة المقدسة، وثيقة السلام مع الشقيق الفلسطيني، والتي تقول بإنهاء حرب 1000 عام من العزلة والدمار والخراب والفساد في الأرض. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.